سكت. انا ما رضيتش ابوظ عيد ميلاد حوده الشيبه. بصوا يا جدعان، اي حد على التيك توك هنا، انا الكلام ده لكله، الكلام ده لكل الناس اللي على التيك توك، الناس المشاهير كلكم بلا استثناء، كلكم اصدقاء فقط، مفيش اخوات، كلكم اصدقاء فقط، وفي منكم مش اصدقاء. فاي حد هيجيب سيرتي ان شفت فيديو بيتقال فيه كلمة حودة بكلمة واحدة غلط، هاجي وبالسليبر بيو، بالسليبر بيو. ورحمة أمي الغالية لكنت عازماه في عيد ميلادي في ذا ليمون تري في التجمع الخامس، والله العظيم ما حد رضى كان يدخله هو واخوه، وانا طلعت له بره، وهو لما جه كان داخل اكسسوارات بقى وشغل شعبان عبد الرحيم. قسما برب العزه انا طلعت للراجل قلت له ده ابن احمد شيبه، ازاي ما تدخلوش؟ لا مش هينفع، انت كده هتبوظ لي عيد ميلادي. اخويا انت فين؟ الدنيا مقلوبة على التيك توك حرفيا، مجزرة، المشاهير بيدبوا في بعضهم، مجزرة معنى الكلمة على التيك توك. لو ما عملتش لايك دلوقتي انزل اعمل لايك اخويا، اشتراك، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. انا بقعد اقول سبسكرايب ولايك وفعل الجرس ومحدش بيعمل كده يا اخواتي، محدش معبرني من 2014 انا بقول الكلام ده، اقدم واحد محدش يعرفني، يبقى عيب والله العظيم عيب. يلا بقى نخش في الجديد. لو لقيت كلام اتقال، في حد بيقول لي اتقالت عليك كلام ياما، لو لقيت كلام افوره قسما بالله لا هتجيب التهزيق لنفسك وهشبشب لك كمان. الواد ده ما بيحلش. خلاص، عشان انا بقول مفيش حد يشتم واحده. عندك حق فعلا، ما ينفعش حد يشتم واحده، ما ينفعش راجل يشتم واحده خالص. انما انت لو هتقفري في الموضوع ههزقك، ما هو انت ما مالكيش حد. طب اقول لمين؟ هتجيب التهزيق لنفسك. يلا. حرام يا ابني، برضه حرام بقى، ما انتوا كده الناس هتشوفكوا اللي انتوا بتوع ريتش، الناس شايفاكوا اللي انتوا بتتخانقوا مع بعض عشان الريتش، فاحنا مش عايزين يا زميلي الناس تشوفنا كده، بلاها منه صحوبية لو الناس هتشوفنا ان احنا بتوع ريتش. انا ازعل كده واتضايق واعيط، وكل ده ليه؟ كل ده عشان كروان مشاكل هتموتوا بعضكوا، ولا انتوا بتموتوا في الريتش ولا ايه؟ تمام، ماشي. ابعت كل حاجه حالا جوده عاليه. ابعت يابا، انت هتخاف ولا ايه؟ ابعت يا عم. ابعت كل حاجه جوده عاليه. تمام، خلي يابا الناس تشتغل. يلا خلي كله يشتغل يابا. هي قفلت من بدري. تمام، ما في كلام هي قالته انا ما سمعتهوش، بعد ما اقفل هسمع الكلام، بعد كده هفتح تاني هيبقى يومها اسود لو قالت كلام زي اللي وصل لي دلوقتي. الواد ده دمه حامي وما بيعتمدش اسامي، عالدغري مش هيحل. لان اللي قال لي الكلام ده حد مني، قال لي قالت عليك 1 2 انا 3. حد منه، هو مش هيكدب يعني، هو مش هيسوحه، ده بيقول لك حد منه 1 2 3. لو الكلام ده شفته في فيديو هطلع اهزقك اوي وههينك وهشبشبلك، لان انت تستاهل اكتر من كده. لا عيب في الاول وفي الاخر، دي واحده بنت اكتر من كده بس، ولا زعلي نفسك. واللي يزعل عليك يعني مش انت بس، ده اللي يزعل عليك هيتشبشب. يا نهار ابيض، اللي هيزعل عليها كمان ده داخل بقلب جامد، ده كده الريتش هيبقى عالي يابا، الاجانب وكله هيتفرج علينا. عيب يا جدعان، احنا مصريين مع بعض، عيب. ولا تزعلي نفسك، اي حد يزعل عليك هشبشب له عادي. لو الكلام اللي انت قلتيه ده، لو الكلام اللي اتقال لي ده انت قلتيه، ولا تزعلي نفسك. لا مش حقك انت ايه يا عم، انجز. فيكلمني في عرضي يا واطي يا زباله. والله ما في اوطى من اللي جابك واللي جابتك. الله.
لا 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 لا، الموضوع بيسخن وانتوا مش حاسين. الموضوع بيضيع من ايدينا يا رجاله، الموضوع بيضيع من ايدينا. فيكلمني في عرضي يا واطي يا زباله. والله ما في اوطى من اللي جابك واللي جابتك، ولا تزعلي نفسك. يكلمني في عرضي يا واطي يا زباله. والله انت اسبل واحده في الدنيا ومالكيش لا عزه في الدنيا. هيترد لك في اعز ماليه. لو اللي عز ماليه شبهك يستاهل اكتر من كده 100 مره، انما انت تستاهلي كده 3000 مره. يا زباله. ومفيش غير اللي جابك زباله. هو شتمت زي ما تشتمتي خلاص. خدت بالك من الكلمه دي يلا؟ بتقول له ده انا هحبسهولك بالله، احبسيه وانا مالي. يلا الجو حر مفيش تكييف، مش هشغل مروحه عشان هتعمل صوت. احبسيه وانا تعبان عندي برد. اجيب له يا قلبي، اجيب له. ولو اتحبست انت كمان اجيب لك عيش وحلاوه. هيجيب لي الاتنين عيش وحلاوه. الواد ده برضو ابو عم احمد شيبه بقى، ابو عم احمد شيبه بقى. حلاوه. بتقول ان انا مش عندي كان واقع وانا كان معايا كروان وانا عارف ان بينكم وبينها وبين دي مشكله، فانا بعت لماما عليا الحرام من ديني. ما في مره بعت لماما فيها وانا معايا كروان، هي اللي كانت بتبعت لي. ورحمه امي كداب. ورحمه امك انت اللي كدابه وما بتحب امك. ورحمه امك انت اللي كدابه ومصديه وانت ما بتحبيش امك. قسما بالله انت اللي مالكي لازمه، انت اللي بتبعتي عشان تعملي نمره. ورحمه امي كداب. وربنا كداب. الهي تقعدي عانس طالما يقعد لي في ابني، تقعدي عانس طول عمرك يا اللي كسر ال 40 وانت ما اتجوزتيش. لا 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 لا، غلط، الدعاوي دي غلط يا جدعان، حرام حرام بجد. بتدعي على ضناه. لان مفيش حد هيستحملك، لان انت كدابه وواطيه ومش جدع. تمام. انا ولا مره حبيت ان انا اطلع مع البني ادم ده، يا زباله يا كداب. وربنا ما في غير اللي جابك هو الزباله. يا بتاع الموضوع الريتش. بيكبر وانا كده، بتاع الريتش. الموضوع كده يا جدعان مش ريتش، الموضوع كده بجد، الموضوع ده بجد. مش لازم نسكت، لازم نشوف حل، لازم نشوف حل، مش عايزين نفضل قاعدين كده. جدع. تمام. وانا بتاع يا بتاع الريتش، هي وصلت الريتش، وصلت للريتش. انا بتاع الريتش وعشان كده انت طالع معايا. ولما كنت بقبل كانت تخش. طب ما انت عارفه ان انا معايا كروان، وعارفه انت ما بتطلعيش معاك ليه، ما بتقبلش الجوله ليه؟ وانا مش ببعت لك يا مفتوح، مش ببعت لك مش عارف ايه. طب انت دلوقتي عارفه ان انا معايا كروان. اولا انا مبلكه الشخص القذر التاني ده من عندي، فمش باين عندي يا بنات الصوره بتاعته. لا بيبان، بيبان يا كدابه، بيبان لما انت تبقي مع حد بيبان صوره، بيبان. يا عمي داري على شمعتك تقيد يا عم، خلاص مش لازم تكسفها، انت ايه ده يا عم؟ بيبان. ولا هو حاطط ايه؟ بيبان. لما يبقى اي حد بيفتح لايفات بيبان قدامه ان في فلان معاه. في حد انت بتبقى مملكه، بيبقى في فتره بتعدي عليك ما بتبقاش عارف حافظ الصور اللي هو حاططها في البروفايل بتاعه. فلما باجي ابعت لحوده او ببعت لاي حد ده سي مثلا، لو انا بعت له لان انا اصلا حوده، انتوا اللي بتخشوا تكتبوا لي في الكومنتات ابعتي له اقول لكم فككوا مش عارفه ايه، واغير الكلام وانا داخله مع مداهم. ومداهم صالحني في الكافيه عنده، لا انت كداب. مداهم صالحني. خلاص انا هجيب لك مداهم النهارده وهطلعه لك على الله. لا مدايم طلع معايا وقال لي لا انا ما صرحتكوش من عيد الميلاد يا كدابه، يا كدابه. ما صرحنا، قال لي ما كنتش فاضلكوا اصلا يا كدابه. ونشوف مين اللي كداب، يا بتاع النسوان. انا بتاع نسوان احسن ما اكون بتاع رجال. يعني لما انا لا 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 كده غلط بقى يا جدعان، احنا في اطفال صغيره بتتفرج علينا،
مش هتوصل كده. بتاع النسوان يا بتاع الرجاله ونردح لبعض. كده غلط، كده غلط. واحنا على التيك توك وعلى اليوتيوب. يعني لما انا اكون بتاع نسوان احسن ما اكون بتاع رجاله. تمام. انا راجل مش بتاع نسوان، راجل بخاف ربنا، بس لو راجل بتاع نسوان احسن ما اكون بتاع رجاله. تمام. مع الشمام مش كريم بقى. بتهزق كريمه ايه؟ الشمام وتزعل لما يجي حد يشتمها. كريمه هيشتمك كده كده، ماليش دعوه بقى انا ودماغك. انت اصلا صحابك كلهم كده، ما هو انت كنت من صحابي فانت شمامه شبههم. تعال نشوف بقى مداهم هيقول ايه بقى. مداهم رئيس الكتيبة يابا 3 سبعات، وده الصراحة الوحيد اللي شفته على البرنامج محدش بياخد معاه حق ولا باطل، وراجل كده ملو هدومه كده، ما بيحبش يقع في غلط. الوحيد الصراحة من ساعة ما شفته محدش قدر يمسك عليه غلطة. الموضوع افور، وانا صعبان على اصحابي لما اشوفهم وصلوا ان هم يقولوا لبعض هي ولا دي هتعمل حاجه ولا ده هيعمل حاجه، بس صعبان عليا ان انا اشوف اصحابي بيشرشحوا لبعض قدام الناس، ودي حاجه مش حلوه. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان حد زرع حاجه محدش فيكم فاهمها، وخدها لحد دلوقتي مش فاهمها. منار فاهماها، مش فاهماها كامله بس فاهماها، عندها خلفيه عن الموضوع. تمام. في حد ليه مصلحة في المواضيع دي كلها مش هينفع اقول اسمه. منك لله يا اللي فرقت الصحاب من بعضهم، منك لله. ايه رأيكم في التمثيل ده؟ بعرف امثل، بعرف امثل. سقفة بقى وتشجيع، واللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك، واللي ما سبسكرايبش في القناة يعمل سبسكرايب، واللي ما تجرجسش في القناة يعمل جرس. يلا جرس. عيص. الخناقة دي كلها بسبب مين بقى؟ بسبب كروان بقى. بصوا كروان الصراحة يعني هي البداية حصلت بنكشة، نكشة ما بين منار وكروان في الفرح، فمحمود شيبة في عيد الميلاد، فمحمود شيبة حودة شيبة ما عجبوش الموضوع. يعني لا منار هي اللي غلطانة. يعني انت ازاي مثلا تبقى موجودة عندي والراجل موجود عندي وتغلطي Santi Marti Ustagom Beyamo Arti Marti Ustagosa الراجل بيغني هندي، هي ما عجبتوش الغنى. Kirania Baranchi Kirania Baranchi Karen Bari Ustagom الواد ده عنده ثقة في نفسه في الغنى. الثقة دي وربنا، الثقة دي لو كانت عندي ما كانش زماني قاعد القعدة دي. من 2013 بعاني يا رجالة وما يئستش. من 2013 ما يئستش لحد دلوقتي، وانا عندي ايمان بربنا ان انا في يوم من الايام هوصل وهبقى نجم كبير. ثقة في الله نجاح، مش هيأس. ناوليني شوف بالله عليك. عنده ثقة في نفسه على ايه؟ بدأت من هنا بقى. لو في اب يعرف يربي كان ربى، لكن ابوها واللي ربى بتاع مربى. ما تزعلش، ما تزعلش. باش وما ما ربيتش. انا اسمي تذكره في لايف. عيب يا استاذ كروان، استاذ كروانة، عيب، عيب الحركة اللي انت عملتها دي. انت نايم، عيب. محدش يذكر اسمي تاني. انا كروان باشا اولاد هو انت مين يا استاذ؟ ايه الثقة اللي عندك دي؟ ايه كمية الثقة دي اه؟ كروان ومفتوحين على البحري. انت عيب. مستنيه تلاقي لها تايم.
وربنا يا كروان هتنفخك، وحياة ربنا هتنفخك، ومش هتعرف تفلفص من ما بين ايديها. وهي عملت لك محضر بقى، عملت لك محضر يا اخويا. هناك الشرطه زي ما راحت الامارات. عيب يا كروان، دي بنت بلدك، بنت بلدك، راعي اللي هي بنت بلدك. وانتوا على الفضائيات مش ريتش اللي يعمل فيكوا كده يا كروان. كروان ده مش كده، مش كده يا كروان. مالك يا قلبي؟ كده طول اللايف كروان كده. كروان انا ما رضيتش ابوظ عيد ميلاد حوده الشيبه. ايوه، شفتوا الراجل اصيل مرضاش يبوظ عيد ميلاد حوده شيبه، هو اللي بيقول كده. لكن انا لايف اعمل فيه، حد بقى يخش، حد يخش يقول لي ما تتكلمش عنها. التعليقات كلها حقك، حقك. وربنا عماله تحكها في مش عارف في مين وفي مين. خدت اللقطه. المشكله بقى يا جدعان اللي في كروان، وحياة ربنا بقى نتكلم جد، مشكلته اللي هو بيتسوح وعايش حياته كلها عايز ياخد ترندات. يعني انت خلاص يا ابني، يعني انت خلاص طلعت ترند واتشهرت، فاهم؟ انت حياته كلها ترندات، كل تفكيره في ترندات، ممكن يخسر اي حد بس عشان ترندات، وبيقعد يحكها في ناس وبيلقح كلام على ناس وبيعمل يعني. انت الناس كانت بتحبك الاول، الناس كلها كانت حباك، بس انت خسرت كل الناس اللي حواليك بسبب موضوع الترندات ده. انت خصمت كل اللي حواليك وحياة ربنا، فكده غلط، كده غلط. وانت خلاص بقيت راجل معروف، ربنا يهدي. يا جدعان عايزكوا تستحملوني، انا لسه جديد في موضوع الرياكتات. انا اصلا مغني مهرجانات، انا مغني وموزع، فانتوا استحملوني في موضوع الرياكتات دوت. بس مع الايام هتلاقوني احسن واحد على اليوتيوب، وانا بقول لكم بس الامكانيات بس. على حالك واعرفي تتكلمي مع مين، عشان هي اصلا طايره من الاشكال اللي انا بشوفها هين. هين دي اول حاجه، ده كده ايه رقم واحد. حوده شيبه، انت مش جدع، وما كانش يشرفني في يوم من الايام اللي انا اعرفك وانت بتاع ريتش، واللي بيجري ورا ريتش ربنا ما بيكرمهوش. لما تيجي تشخ في طبق واحده كلت معاك فيك وبتسترجلك وبتقول عليك راجل، مع انك انت ولا في موقف معاها كنت راجل، انت مش جدع. تتكلم كده ليه؟ انت مش جدع، انت مش جدع يا محمود. فكرتني باشرف عبد الباقي. يا رمزي، يا رمزي. تمام. انا بقى غيركم بطلع اتكلم بالاسامي، عشان انا محدش كسر عيني ولا ضاربني على قفايا اخوك محدش ليه خير عليه، اخوك محدش ليه خير عليه، ولا ليا مصلحه مع حد. تمام. واخر مره كان مصالحني عليك مداهم، لان انا اصلا ما كانش عجبني اللي انت عملته. ثانية بريك، الجو نار، مروحة وعرق. لان انت لما طلعتني مع كروان اخر مره، في المره الاولانيه خالص، انا كنت قايله لك يا حوده ما تدخلنيش جستات مع حد، بس انت الريتش كان عندك واقع يا حوده يا شيب، فقلت عليه بكروان. ما هو اصلا يا كروان هم واخدينك مسرح. واخدين كروان مسرح؟ ازاي ده؟ انت مسرح يالا، انت مسرح يالا، انت مسرح يا ابني مسرح يالا. ماشي ماشي يا مسرح. اوعى تكون فاكر ان هم بيحبوك.
الله 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 الله. كل ده اوعى تكون فاكر ان هم بيحبوك، هم واخدينك يا حبيبي عشان تبقى مقلسه. مقلسة؟ وايه مقلسة دي بقى؟ فهموني يا جدعان، اللي يعرف مقلسة دي يعني ايه يقول لي. مقلسة زي المقلتة؟ ايوه. حلو. واخدينك مقلتها يالا، واخدينك مقلتها يا خايب. عشان يطلعوا يعملوا عليك رياكتات وتبقى انت ترند. رياكتات زي الرياكتات دي، زي الرياكت ده. ترند معاهم. انا اللي اقول لك كده عشان انا اللي قاعده وسطيهم. خدت لي بالك؟ طالما هما ما بيصونوش العيش والملح ولا يشغلني حد فيهم، لان ما حدش خيره عليا، انا خيري على الكل بجدعنتي. تمام؟ فاي حد بيطلع معاك مش حبا فيك، عشان اللقطه بس والناس تقعد تتريق، وده ياخد من ده فيديو وده ياخد من ده فيديو والدنيا تتشاف. لكن هات لي راجل كده لما احبسك ان شاء الله كده بعون الله يجي يقف معاك قلت لك يا كروان مش هتحلك يا كروان. هي جاية خلاص، مش شايفة قدامها يا كروان يا مشاكل. ده انت اسم على مسمى، ده انت ما سبتش حد على التيك توك الا لما عملت معاه عداوة يا راجل. ده انت محمد رمضان ما عتقتهوش. ده انت اصبر لي بس، ده انت ليك فيديو مع محمد رمضان. اصبر بس ان شاء الله الفيديو اللي هينزل بعد ده مش هسيبك يا كروان. ده انت يالا بتطالع عامل فيديو وبتقول ان محمد رمضان اللي انت عملت له بلوج من على الواتس يا كداب. بقى انت عندك رقم محمد رمضان على الواتس انت، وانت اللي عملت له بلوك من على الواتس، هو بيكلمك وانت عملت له بلوك. يا لهوي يا ابني انت مشاكلك كترت. يجي كملي. يقف معاك ويسندل. سلام هم، سلام هم. وقت الكلبوش احنا ما نعرفوش. كملي تمام. يا فنانة. فلا ما حدش يقول لي خلاص خلاص دي. لا براحتك، المايك معاكي براحتك. خدي مساحتك يا فنانة، خدي مساحتك. دي انا اللي اقررها، لان دي ردة فعلي. صح. لان انا طول عمري والكل فعل رد فعل. بطلع ردة فعل لاي حد. تمام؟ لما اتصل بيك قبل عيد ميلادك وانا ما كنتش عايز اجي، وقبل عيد ميلادك اصلا انا ما كنتش بكلمك، فمدام هو اللي صالحني عليك في الكافيه لما جيت له. تمام؟ لان انا عامله عليك علامه اكس ان انت مش جدع. علامة اكس عشان انت مش جدع؟ مين بقى؟ انا تهت والله العظيم، تهت في تمام؟ ليه مش جدع؟ في حاجات كتير بقى، حاجات كتير، وانا احبش اتكلم في الحاجات الشخصيه، انا اتكلم على اللي ليا في المجاح وده يا شيبه. تمام؟ فان انا بقى بعد اللي انت عملته معايا، وبعد ما انا اتحرق دمي لما كنت من قيمه شهرين اتغلط فيا قدامك في جست، وعملت فيها التوت فروت، ورحت رايحه من اسكندريه للقاهره عشان اعمل له محضر في حدائق القبه، وبعديها بيوم ما حتى ما رفعتش سماعه التليفون عليا، بس انت كنت بتحاول تبرر في يومها انك انت مالكش ذنب عشان تخلع من الموضوع. ما انت مش بتاع مشاكل بس بتاع ريتش. ريتش. فهموني الريتش ده يا جدعان عشان انا جديد على الموضوع ده. ريتش ده يعني مشاهدات عالية. طب ما احنا عايزين المشاهدات العالية دي بس باحترام، عشان ما حدش يطلع يقول لنا انتوا بتوع ريتش. هروح ابص على الجرس وهجيلكوا ثاني، مش هسيبكوا. جاي لك يابا، خلاص جاي اهو، جايلكوا ثاني. العو جه، العو حاضر. انا جيت اكلكوا نفر نفر. احنا يلا ابطال عزبتك، احنا مشرفين دولتك، جينا سمعنا في دايرتك، الصوت يعلى لجليبتنا، لا عاش ولا كان اللي ثبتنا، احنا جينا على الارض سيبتنا. يلا نكمل بقى. معلش يا فنانة انا اتأخرت عليك. تمام؟
وعدى الوقت وخلاص وانا زعلانه منك، ورجعت اتعاملت معاك في افتتاح مدام، وبعديها لما جيت تاني كنت واخده معاك جنب برضو، وبعد طلعت فتحت معاك وسكت. تمام. بس اسكتي ده يا جماعه، انتوا مش كسرين عيني. انا بسكت عشان انا جدعه معاكوا، عشان انتوا ولا حد فيكوا فكر يبقى جدع معايا. عشان انت لو واحد فيكوا اتصل بيا 3 الفجر 4 الفجر كنت بقفل لايفي وبنزل لكم في اي حته معاكوا فيها في اي حاجه. بس غلط، ملناش دعوة، مالكش دعوة، ما تدخلش نفسك في مشاكل، ما تدخلش نفسك في مشاكل. أنا آسف، أنا آسف يا أستاذة، أنا آسف واستاهل ضربك البلغة. كملي. بس انتوا مش زي انا بنت، وانتوا رجاله بشناب، مش زي، مش جدعان. بوم بوم. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا. تمام. وما يشغلنيش، ربنا ما يحوجني لحد، لان انا طول عمري بطولي. تمام. فاقدرك وتعزمني على عيد ميلادك، واتصل بيك اقول لك الشخصيه دي جايه لعيد ميلاد، انا ما بروحش عيد ميلاد البني ادم ده فيه. انا مش فاكر انا عزمته ولا لا، بس انا مش عارف هو هيجي ولا لا. طب خلي بالك، عشان انا الشخصيه دي بالنسبه لي خط احمر، ولو شفته في حته همد ايدي عليه. الصراحة يا جدعان نعمل الفيديو ده بقى جزء تاني، والفيديو ده طويل معلش بقى. الصراحة الواد كروان مشاكل ده، يعني انا كنت بحبه الاول، كنت بقول عليه غلبان، بس الواد ده طلع تعبان. الواد ده بيموت في حاجة اسمها ريتش، ومشاكل، بيعمل مشاكل مع البرنامج كله، مش سايب حد لما عامل معاه مشكلة. يا ابني انت ايه يا ابني؟ وانت مش قد حاجة. المشكلة اللي انت مش قد حاجة، وبتقول كلام انت مش قده، والكلام ده يوديك انت في مصيبة. يعني انت عامل فيديو، الفيديو ده يوديك في مصيبة. اعقل وخليك راجل مظبوط، وكمل في شغلك. لو انت دلوقتي واخد السوشيال ميديا دي شغلك، وانت واقع يعني في مشكلة لسه ما طلعتش منها. ربنا يهدي يا جدعان، ربنا يهديه ويهدي ايه، ويهدي اللي زيه. نبقى نعمل بقى فيديو تاني، لان الموضوع كبير ده، في فيديوهات كتير قوي. يلا السلام عليكم. اللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب، اللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس، اللي ما حطش لايك يحط اللايك، وسيب لي كومنت جميل من عندك.